السلام عليكم. اليوم نشارك معكم هذا الكيش اللي تيجي لذيذ بزاف ودائما تنوجدو في رمضان. كناخذوا 4 ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، وغادي نبسوها مزيان بهذا الشكل هذا. كنحكها مزيان هاد الزبده والدقيق حتى كينسجموا. كنزيد شويه ديال الملحه، صفار ديال البيضه، وجوج معالق كبار ديال الماء. كنزيد الماء غير شويه بشويه دغيا كتجمع العجينه. ضروري العجينه كتكون شاده راسها، كتكون قاصحه بهذا الشكل. ومباشره كندير العجينه ديالي فوق سطح العمل، كنحطها فوق واحد البلاستيكه وكنبدا كنطلقها مزيان بالدلاك، وكنديروها في المول اللي غادي يدخل الفران، وكنبداو كنثبتوا ديك العجينه مزيان، ما نخليوش الفراغات، نثبتوها كما واضح في الفيديو. وكنقطع لها الجوانب هكا بالسكين، وكنتكها مزيان بالفرشيط، وكندخلها للثلاجه. وفي هذا الاثناء غادي نوجدوا الحشوه. في مقيله كندير شويه ديال الزيت، البصله مشلضه، والطريفات ديال الدجاج، وواحد الفلفله حمراء اولا خضراء اللي متوفر عندكم. وكنضيف التوابل اللي غنخليها لكم مكتوبه في الفيديو. واحد الكورجيت اللي قطعتها طريفات كنضيفها حتى الاخير، كنخليها كتشحر واحد شويه، وصافي الحشوه ديالتنا واجده. وفي اناء درت 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب، واحد الياغورت طبيعي، وشويه ديال الفرماج محكوك، راس معلقه ديال الخميره د الحلوه. كنخلطوا كلشي مزيان. لاباط ديالنا من بعد ما بردات مزيان، والحشوه حتى هي زدت لها شويه ديال المعدنوس. صافي كنعمروا الكيش ديالنا بالحشوه. كنزيد شويه ديال الزيتون مقطع، وكنجيبوا داك الخليط اللي درنا ديال البيض والحليب والياغورت، كنديروه هكا من الفوق، وكندخلوا الكيش ديالنا للفران من النار غير من التحت، وكنخليوه حتى كيطيب على خاطرو. كيجي بهذا الشكل وبالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوه.